النهائي هي مواجهة تقليدية سبق للمنتخبان لعب في كأس إفريقيا. اللقاء الأول الأخير يعني ما قبل الأخير كان في 2010 وانتهى بفوز المنتخب الجزائري ب3 أهداف مقابل 2 هدف. كان آنذاك مدرب منتخب كوت ديفوار اسمه وحيد علي لوزيتش، في حين انتهى آخر لقاء وكان ذلك في 2013 بتعادل 2 مقابل 2. هدف جرادل وديع هو الأول من نوعه منذ 45 سنة في مرمى الكاميرون، ليس في كل المناسبات طبعا وإنما في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. هدف جرادل الكوت ديفوار لم يسجل في مرمى الكاميرون منذ 1970 وجرت بينهما 7 مقابلات في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. الحدث اليوم ليس الكاميرون وليس الجزائر وإنما الحدث هو لقاء مالي بغينيا كوناكري. إذن تعادل وتساوي على عثمان. يعني هذه المسألة مهمة جدا، كنا ننتظر ربما نتوقع سحب قرعة في هذه المجموعة، حيث أن المنتخبات الأربعة كانت متساوية بعد مباراتين، نقطتان لكل من هذه المنتخبات الأربعة، والتعادل بين مالي وغينيا يعني أنهما في نفس المستوى في المرتبة الثانية بالتساوي التام في عدد النقاط، في عدد الأهداف، في المباريات المباشرة، في كل شيء. إذن سيتم سحب قرعة غدا وفي صبيحة الغد. وديع لا أريد أن أتصور كيف سيقضي لاعبو منتخب مالي أو منتخب غينيا ليلتهم وللطاقم الفني، لكن بودي أن أتصور كيف سيكون المنجمون سواء في كينيا أو في كوناكري أو في بامون، خدمة الأفراد والممثلين أو النجوم كما جرت عليه العادة، وإنما سيكونون في خدمة كرة وطنهم سواء الكرة المالية أو الكرة الغينية. وديع تماما نعرف دور المرأة في عالم كرة القدم الإفريقية. عثمان، صحيح سمعنا إلى عدد من المسؤولين في المنتخبين واللاعبين أيضا على أثر هذا التعادل بين غينيا ومالي، وتحدثوا قالوا كما قلت أنت لن يناموا في الليلة المقبلة بانتظار سحب القرعة التي كان من المفترض أن تقام اليوم، أجلت إلى يوم غد لأنها ستقام في بانتظار عودة ممثلين عن المنتخبين اللذين لعبا اليوم في منجمو. إذن في مدينة أخرى سيعودون غدا صباحا إلى مالابو إلى العاصمة. بكل صراحة وديع لا أريد أن أكون في مكان الطاقم الفني المالي أو الغيني أو حتى اللاعبين أو حتى الأنصار. لو كنت مكان عيسى حياته لا أدري أن يسمح له القانون، لاتخذت قرارا ارتجاليا حتى يتم الفصل بين هذين الفريقين عن طريق ضربات الترجيح. لا أدري إن كان القانون يسمح لعيسى حياته باتخاذ قرار، سنرى ذلك عثمان غدا. كان سيكون لا الآن قضي الأمر شكرا وديع. شكرا. غدا صباحا إذن سنعرف من غينيا ومالي سيواجه غانا في الدور ربع النهائي. شكرا لعثمان طيبي مفدنا الخاص. نعود على مباراة الأمس وفوز الجزائر. طبعا وكيف لا نعود إلى ما حققه الجزائريون أمس، الفوز بهدفين لا شيء على سنغال وبلوغ الدور ربع النهائي. إذن سيتقاضون 50,000 أليس كذلك لين كل لاعب بعد وفق لينا المصدر الموثوق منه طبعا جدا بعد هذا الفوز والتأهل إذن إلى الدور التالي. كنا نتوقع مباراة صعبة فخضنا مباراة أصعب، كانت معركة حقيقية. الأرضية هنا أفضل أرضية موغومو، حيث من الصعب القيام بالتمريرات. نحن سعداء بتأهلنا لكننا لسنا أبطالا بعد، ما زالت أمامنا مباريات صعبة أخرى.